دي كانت عاده عند المسيح. يعني كان كل سنه في عيد الفصح لما يخش يطردهم وقال لهم بيت الصلاه يدعى وانتم جعلتموه مغاره لصوص. ليه بقى الرؤساء اتغاظوا قوي من حكايه طرد الباعه من الهيكل دي؟ وليه قال لهم مغاره لصوص؟ لانها فعلا كانت كده، هي كانت مجرد شله حراميه مش اكتر من كده. رؤساء الكهنه واللي معاهم دول كانوا مجرد شله حراميه. ازاي؟ اولا كانوا بيأجروا قاعات الهيكل للناس عشان تبيع فيها الخرفان والحيوانات والطيور والكلام ده، ومواد الصارفه. ايه بقى مواد الصارفه دي الاخرى؟ عملوا عمله للهيكل اسمها شوق الهيكل او الشيكل بتاع الهيكل، وما كانش عليه اي صوره عشان يعني ما يتحسبش عباده اوثان يعني. ففي الوقت ده كان يهود العالم كله لازم يجوا يحضروا عيد الفصح في اورشليم. كل اليهود من كل حته في العالم. المؤرخ يوسيفوس اليهودي يقول تقريبا بيحضر من 2 ل 3 مليون يهودي من العالم. كل واحد فيهم جاي بالعمله بتاعته. لما يخش عشان يشتري حاجه من الهيكل، خروف فصح اللي هيقدمه ولا اي ذبيحه ولا اي حاجه، يقولوا له اسفين ما بنستخدمش العملات بتاعت العالم، احنا بنستخدم عمله الهيكل بس. فيعملوا مواد الصارفه ماني اكسشينج كده، تبديل عملات يعني. ياخدوا العمله اللي هو جاي بيها ويدوا له الشيكل بتاع الهيكل. وطبعا الشيكل بتاع الهيكل ده كان اليورو بقى او الدولار يعني او الاسترليني، اللي هو اي عمله انت جاي بيها ما تساويش حاجه جنب العمله بتاعت الهيكل. فكان يسرقوه في تغيير العمله، وبعدين لما يخش يشتري خروف من جوه، الخروف اللي بره بجنيه مثلا او بكرونه، الخروف بتاع الهيكل جوه ب 1000 كرونه. طب لو واحد عمل نفسه شاطر واشترى خروف من بره الهيكل، يجي يقدمه ذبيحه، الكهنه يقولوا لا احنا اسفين الحقيقه ده مليان عيوب، ما نقدرش نقدم لربنا ذبيحه بعيب، لازم الذبيحه تبقى بلا عيب. يروح يشتري خروف ثاني يجي يقول له لا احنا اسفين مليان عيوب. طب يا جماعه عاوز خروف ما فيهوش عيب، عاوز خروف بالعيب، يقول له بتاع الهيكل جوه ما فيهوش عيب، احنا بقى يعني منقيينهم على عينينا احنا يعني. فيخش يشتري جوه الخروف بعشرات اضعافه، يبقى سرقوه هم بيبدلوا العمله وسرقوه هم بيبيعوا له. فالمسيح لما دخل قال لهم دي مغاره لصوص، ومأجرين الهيكل للناس بتبيع وتشتري. وطبعا متخيلين بقى البيع والفصال والشراء واللي بيجرب الحيوانات والحيوانات اللي بتصرخ. فالمسيح دخل ايه ده؟ مش ده المفروض كان بيت صلاه؟ ايه اللي حصل فيه؟ عشان كده المسيح طردهم وقال لهم لا تجعلوا بيت ابي تجاره، مكتوب بيت الصلاه يوضع لجميع الامم زي ما قال اشعياء. المسيح لعن التينه، المسيح طهر الهيكل، وتقريبا الاثنين نفس الشكل نفس القصه يعني. التينه اللي ورق من غير ثمار، والهيكل اللي شكل من غير عباده.